السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله باذن الله غنوجد واحد طويجين الملوخيه باللحم وبنشاركوا معكم. فبسم الله على بركة الله. الى المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل عليه وسلم. نتمنى البنات الاشتراك في القناة، جزاكم الله خير. دعموا الفيديو بلايك، انا باش نزيد نستمر دعموني جزاكم الله خير. فبسم الله على بركة الله. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل عليه وسلم. اول حاجة خديت الملوخية وغنقيها، كنحيد لها غير هذا بحال هاي، كنقشر ليها هذاك الفوق ديالها هكاك، وشي شويه من الطرف تاني من التحت، باش ما كنضربش مزيان بالموس باش ما تحلش. ما كتعجبنيش انا كتكون محلوله في الطياب، كتعجبني تبقى صاينه بهاد الطريقه هذه. كنحيد ليها هكا، شتي كيما موضحه في الفيديو، شويه تاني من الطرف لتحت صافي. وكنخليها. خديت الحيمه، حطيت على شويه ديال الزيت صافي، حطيت على واحد البصله مشلضه، واحد 2 فصوص دروسه ديال الثومه، قزبر ومعدنوس، حطيتها على البوطه تشحر. ضفت البزار والسكينجبير والخرقوم، شويه الملح وشويه ديال الطاماط الزعفران وشويه القزبر حبوب، يعني القزبر ناشف. بعد ما تشحر ليا اللحم غنمرق، درت شويه المرقه على حساب باش غادي يطيب فيها اللحم. بعد ما شويه اللحم ترخى ضفت عليه، انا درت معاها السلاويه، حطيت السلاويه حيت كتعطل شويه في الطياب. ملي دار اللحم نص طايبه درت انا السلاويه باش غادي يلا تكمل مع اللحم صافي. وهو بعد ما السلاويه طابت دابا غنضيف الملوخيه دغيا كطيب. ما كتعجبنيش انا كطيب بزاف، كتولي مفتوحه، ما كتعجبنيش، كتعجبني تبقى صاينه صافي. وغنستف الملوخيه في الطاجين، ها هي كما كتشوفوا الفيديو صافي. غنجيب واحد الحبه ديال مطيشه، غنقطعها هكا دواور رقيقه، حتى هي غنستفها من الفوق صافي. وغادي نغطي عليه وغنخليه يطيب صافي. وهذا الفيديو ديالنا اليوم، شاركنا معكم الغدا ديالنا صافي. غنغطي عليه وغنخليه يطيب الطاجين. وها هو بعد ما طاب الطاجين، الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا بعد ما طاب، ها هو شكله جا كيشهي. غادي نحط عليه واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس. وهذا البنات الفيديو ديالنا اليوم، نتمنى يعجبكم طاجينة الملوخيه. وهذا البنات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.